في عالم تهتز أركانه مع كل نبضة من قراصنة قبعة القش، حيث الحقيقة تطارد الكذب والعدالة تختبئ خلف وجوه مشوهة. من قلب الإيجيد التي تحولت إلى ساحة حرب، يعلو صدى خطوات العمالقة وتسمع اعتذارات غامضة توجه إلى الجيوبوي. وبين صرخات الحديد وانفجار النيران بيقف كل بطل أمام قدره، إما أن يصمد أو يمحى من صفحات التاريخ. ولكن في البداية لو انت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك، لان اشتراكك بيفرق معايا جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ويلا بينا نبدا. في الحلقة اللي فاتت شفنا ان في كائن غريب ظهر في الايج هيد، وعرفنا ان ده العملاق الحديدي اللي كان موجود في مكان النفايات اللي قبل لوفي في الحلقات اللي فاتت، وبيكون بيتكلم مع نفسه وبيقول انا اسف يا جويو بوي. وبعدها بنعرف ان الباسيفيستا كلها تعطلت على ايد القديس ساناجور، والحكومة بدأت تكثف اطلاق النيران على جزيرة الايج هيد، وبيقولوا ان هما مش هيسمحوا لطاقم قبعة القش بالهروب ابدا. وكمان بنشوف ساناجور هو لسه عمال يدمر في الباسيفيستا المتبقيين، وبيكون مخنوق قوي من فيجا بانك لانه مش فاهم ازاي ادى سلطة التحكم باكملها للطفلة زي بوني، وبأمر واحد منها بس بدون مبالاة انها تقدر تدمر دولة باكملها. وبيقول تفكيرك كان فين يا فيجا بانك لما عملت حاجة زي كده. المهم بعدها بنشوف العمالقة وهما بيرجعوا للسفينة علشان يهربوا، وبيكون القذائف من البحرية شغالة مثل المطر على الجزيرة. وبنسمع كمان نائب من البحرية بيقول لهم طالما معرفتوش تدمروا العمالقة روحوا بسرعة دمروا السفينة بتاعتهم اللي موجودة على الساحل. وعند السفينة بقى بنشوف فرانك اللي داخل مع واحد من النواب في مواجهة، وبيقدر ان هو يلكمه لكمة قوية جدا بتطيره بعيد. وكمان بقية العمالقة اللي موجودين هناك بيساعدوه وبينزلوا هما كمان ضرب فيهم. وساعتها بنشوف واحد من النواب بيكلم بوني وبيقول لها ان عمرها ما هتمشي من هنا ابدا ولا هتاخد الاسلحة بتاعتهم ابدا. وطبعا قصده بالاسلحة على والدها كوما، ولكن هي بتستخدم قدرتها عليه وبتصغره زي الطفل وبتديله بالرجل، وبتقوله ان ابوها عمره ما كان سلاح ليهم بل كان بطل ليها هي وبس. وبعدها بنروح لمعمل الابحاث وبنشوف لسه في جبانك قاعد يشرب قهوته في البث، وطبعا هو مستني الوقت اللي متحدد ينتهي ويبدا البث بتاعهم. وفي نفس اللحظه دي بقى بنشوف يورك ان عرفت ان الوحش اللي قدامها ده واحد من الجروسي، وهو جاي علشان يوقف البث اللي شغال. وعلى طول بتاخده توديه لمعمل الابحاث علشان يدوروا على فيديو البث ويوقفوه، ولكن اول ما بيروحوا هناك مش بيلاقوا اي حاجه. وبتقول له يورك انها متاكده ان دي الغرفه اللي صوروا فيها كل حاجه، ولكن برضه مش موجود حاجه هنا، او ممكن يكون مخبيينه في حته. وساعتها بقى اول ما بيسمع الجروسي كده على طول بيدمر جزء كبير من المختبر يا الهي، ولكن برضه بيلاقي ان البث ما توقفش. فبتقول له يورك بسرعه قبل ما يدمر المختبر، بتقول له بطل اللي بتعمله ده دلوقتي والا هتدمر المختبر كله، لان المعمل ده فيه طابق لتطوير الاسلحه وفي محطه توليد الطاقه اللي انتم عاوزينها. ده غير كمان ان ارشيف في جبنك موجود جواه، وكل ده لو دمرتوه مش هعرف اصنع لكم اي حاجه من اللي انتم عاوزينها بعد كده. ده غير كمان ان انت لو اطلقت ليزر كمان او هجوم تاني في اسطوانه غاز مضغوطه تحت المختبر، ودي لو اتفجرت هتدمر المختبر كله. فبيقول لها تمام وانه هيستنى، ولكن حاولي تخمني مكان البث، انتوا نسخه من في جبنك فاكيد نفس تفكيرك هو تفكيره. فبتقول له تمام انا عارفه الكلام ده، واكيد اني هوقف البث لان عارفه جريمه البث ده بالنسبه لكم قد ايه. ده غير كمان انها هتبوظ علاقتنا مع بعض اكتر ما هي بايظه اساسا، علشان كده انا هدور عليه باي تمن وهوقفه حالا. وفي اللحظه دي بقى بتقف يورك تفكر مع نفسها شويه، وبتقول انها سمع صوت مخلوق صغير جاي من ارشيف فيجا بانك، وبتقول ممكن ده يكون الدندنوش المطور اللي صنعوه جديد اللي بيشبه كوكعه المثلث. وساعتها بيسألها الجروسي فين المكان ده بسرعة، وفعلا بتقول له عليه على طول، وبيطير لهناك علشان يروح يدمره. وبعدها بنشوف ستيسي اللي كانت متوترة وارتاحت شوية لما الجروسي ما اخدش باله منهم في المختبر وسابهم ومشي من المكان. وبتكون قدرت هي وكاكو يخمنوا مين الوحش ده، وان ده واحد من الجروسي بسبب سمعهم لكلامه مع يورك، وبيقولوا فعلا انهم اقوياء جدا وتحولهم مرعب جدا. وبيقعد بعدها يتريق عليها كاكو لانه فاهم ان طاقم قبعة القش ونسخ في جبانك اتخلوا عنها وسابوها في المختبر، ولكن هي بتقول له لا وفر شماتك دي يا كاكو، انا اللي اتطوعت ان افضل هنا بارادتي لان لازم واحد فينا يفضل هنا علشان يكمل المهمة للاخر. وبنروح وقتها عند نامي اللي بتتضايق جدا على اديسون، وبتقول له انت ازاي عايزنا نسيب ستيسي هنا لوحدها، ولكن بيقول لها معلش وانهم اضطروا يعملوا كده لان لازم واحد فيهم يفضل هنا علشان يلغي حاجز الدفاع وهم ماشيين، وكمان هي اللي اتطوعت بارادتها علشان تخلينا نمشي من هنا. والطاقم كله بيكون زعلان وقتها، ولكن بيقولوا خلاص طالما مفيش حل قدامنا يبقى مش لازم نضيع الفرصة دي ابدا. وعلى طول بيجهزوا نفسهم علشان يستعدوا للهروب، ولكن روبين بتقول لهم ان هم مش هيعرفوا يمشوا برضه تاني،
لأن المسافة بعيدة جدا من هنا للبحر بدون العملاق الآلي اللي اتدمر. وكمان بيأكد إديسون على كلامها وبيقول لهم إن هو حسب المسافة بتاعتهم وطلع فعلا إن هم مش هيوصلوا للبحر وهيقعوا على الأرض لو استخدموا الاندفاع الخارجي بتاع السفينة. وساعتها الكل بيقلق وما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه دلوقتي، ولكن وقتها بيطير اديسون بعيد عنهم وبيقول لهم ان هو هيخليهم يطيروا للبحر باي ثمن، وبيعرفهم انهم ما يقلقوش عليه لانه هيرجع على طول. وفي اللحظة دي بقى بنشوف هوا جامد جدا بيهز الجزيرة بالكامل وكأن حد بيشفطهم، وبنعرف وقتها ان ده من فعل واحد من الجروس اللي هي قوة الدودة، ومن قوة الشفط بتاعتها بتشفط اي حاجة قدامها حتى جنود البحرية، لدرجة ان دوري وبروجي ولوفي ما بيكونوش عارفين يهربوا من قوة الشفط بتاعتها. ولكن وقتها لوفي بيتصرف وبيطير بسرعة على مبنى كبير وبيديله بالرجل بيلزقه في بقها، بس بسبب كده لوفي بيتعب وبيفقد قوته من تاني وبيكون شبه الرجل العجوز. وساعتها بيطلب من دوري وبروجي انهم يدوله شوية من الاكل اللي معاهم علشان يرجع قوته من تاني، وفعلا بيدوله شوية من الاكل اللي معاهم وبيكون ريحته معفنة جدا، فبيقولوا له ان ده بيكون اكل سمك وبيكون محطوط في علب لايام وهم كمان بيبيعوه في الباف، يعني من الاخر هو فسيخ يا جماعه. المهم لوفي بيقول لهم تمام مش هتفرق كتير، المهم قوتي رجعت من تاني. وساعتها وفجأة بيلاقي الخنزير الضخم بدأ يجري وراهم من تاني وبيكون المرة دي جاي بسرعة كبيرة جدا عليهم، ولكن لوفي على طول بيتحول للجير الرابع وبيروح بسرعة يضخم ايديه وبينزل على دماغ الخنزير. ولكن بنشوف الشيء اللي ما كناش متوقعينه ابدا، لوفي ايديه بتتعور جامد وبيفضل يصرخ وبيقول ان جسمه صلب جدا. وساعتها بيقف الخنزير قصادهم وبيبص لهم وكانه عاوز ينسفهم من على وش الارض. وفي اللحظه دي بقى بنروح عند السفينه وبنشوف يوسف وهو مصوب النبله بتاعته اتجاه سطر. يا الهي يخرب بيت امك ايه اللي وداك هناك. المهم بيطلع عندهم فوق وبيكون الطاقم كله مرعوب منه وخايف منه قوي. وفي الساحل تحت بنشوف ان ساناجورو وصل عند بوني وفرانك واطلس، ومش بس وصل ده كمان قتل العملاق الضخم اللي كان معاهم وواقف قدامهم. وعند معمل الابحاث فوق عند ارشيف في جابانك تحديدا بنعرف ان فاضل دقيقة واحدة على بس في جابانك وهيقول رسالته للعالم كله. ولكن قبل ما يعمل كده بيوصل ماركوس داخل الطابق وبيلاقي الحلزون في وشه وبيقول مع نفسه انه خلاص كده وانه هيقدر يوقف البث من هنا على طول. ولكن فجأة بيبدأ الحلزون يرن قدامه وبيفهم من كده ان ده مش الحلزون اللي هيتعرض منه البث، ولكن اللي بيتفاجئ منه اكتر هي دماغ في جابانكو اللي بتكون كبيرة اوي. بينما ينهار المختبر تحت جنون الجروس ويحاصر الطاقم بين انياب وحوش لا تعرف الرحمة. ومع اقتراب عقارب الساعة من لحظة البث الموعود يظهر امامكم ما لم يكن في الحسبان، دماغ في جابانكو العملاقة. لحظة واحدة قد تغير مصير العالم، فهل سينجح صوت الحقيقة في اختراق ظلام الحكومة أم سيدفن مع آخر نفس من في جبان؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو انت وصلت لحد هنا فأنا أحب أشكرك من كل قلبي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.